دايما تلاقي الاكل مرتبط بالغلط او الحرام، يعني تلاقي مثلا اللي بياكل بشراهه ويتحول لكده، او اللي بياكل مال يتيم، اللي بياكل حقوق الناس. اهي كل الجرائم دي بقى ولا حاجه قصاد اللي الاسبان بيعملوه، عشان وهم بيتكلموا بياكلوا الحروف. في حد مفهمهم انك كل ما تاكل حروف اكتر كل ما تبقى روش اكتر. في الاول ممكن تفكر الموضوع عادي، كأن واحد عندنا مثلا بيقول محمد بدل محمد، بس للاسف لا، هو على حسب الشخص اللي بيتكلم. واحد طيب زي ميسي كده مثلا تلاقيه دايما بياكل الاس، يعني مثلا بدل ما يقول كيميراس بوبو يقول كيميرا بوبو، كاميرا بابا، كاميرا بابا. او مثلا بيقول ميجوتا بدل ميجوستا. وطبعا مش ميسي لوحده، الارجنتينيين كلهم بياكلوا الاس كده. الاسبان سمعوا الطريقه دي والموضوع استفزهم، فقالوا لهم بتكلمني ليه كده؟ طيب يعني هيسيبوهم كده؟ قمت مديله. وعينك ما تشوف الا النور. فقرر الاسبان بدل ما ياكلوا حرف ياكلوا نص كلمه. دي مثلا ناذا، قال لك لا انا مش عاجبني الكلمه دي، احنا هننطقها نا. او مثلا اي كلمه اخرها ادو هنشيل الحروف دي كلها، زي مثلا اولبيدادو، فدي مثلا يخلوها اولبيدادو. بدأ الموضوع يكبر اكتر، وكلمه زي بارا بقوا ينطقوها با، فبدل ما يقولوا بارا اتراس بقوا يقولوا باتراس. لا وايه